في مصر عندنا عمالقه في الريتيل مسيطرين على الارض، بس اول ما بيدخلوا لعبه الاونلاين بنشوف ارتباك غريب، اوردرات بتتاخر واوردرات بتتلغي وتجربه عميل صعبه مش على مستوى اسم البراند. في السلسله دي بنحاول نفكك ليه شركات الريتيل الكبيره بتعاني اونلاين رغم كل امكانياتها. انا محمود الجمل وده ايكوم فويس بودكاست. الاي كوميرس في شركات كتير مالوش صاحب، دمه متفرق ما بين القبائل. الماركتنج بيجيب ترافيك، الاوبريشن بيجهز الاوردرات، والاي تي مسؤول عن الويب سايت. كل واحد شاطر في حتته، لكن اول ما تحصل المشكله تلاقي كل واحد بيشاور على التاني. الماركتنج بيقول انا جبت الترافيك، المشكله في الابلكيشن، العميل مش عارف يكمل الاوردر بتاعه. الاي تي دافع عن الابلكيشن ويرد يقول الدنيا تمام، المشكله ان السيستم مش شايف الستوك الحقيقي في الفروع. روحوا اسالوا العمليات. كل واحد يشاور على التاني، وفي النص العميل خارج السوق. احنا قدام حاله جزر منعزل، كل اداره مركزه جدا في الكي بي ايز الخاصه بيها واللي بتحاول تحقق بافضل شكل ممكن، لكن المشكله ان كل فريق شغال في معزل عن التاني. النتيجه ان الصوره الكامله بتضيع، والعميل اللي هو المفروض المحرك الاساسي ما بيلاقيش مكانه في وسط الزحمه دي. الستارت اب ما فيهاش الرفاهيه دي، هي جزيره واحده والكل بيجدف في نفس الاتجاه، يا ننجح سوا يا نغرق سوا. الاونر شيب هناك واضحه، ما فيهاش رفاهيه، ما فيش مساحه ان انت ترمي اللوم على حد، وده الفرق اللي يخلي سيستم يجري ويطير وسيستم بيعطل نفسه بنفسه.